السلام عليكم. وقتها بيخطر على بالي أكل شي سهل وسريع ولذيذ وطيب وبدون جلي وبدون وقفة بالمطبخ كتير، ما بتخطر على بالي غير هالأكلة، لأنه حرفيا كتير سهلة وسريعة ولا بدها شغل ولا بدها تعقيدات. خلونا نبدأ ونقول بسم الله. حطيت مقلة على نار عالية وشوية زيت، نزلت شرحات من الدجاج، نقعتها بمي وخل ومنظفتها كتير منيح. بعد ما تأكدت إنه المقلة كتير حامية، لازم تكون حامية من شم ما تنشف معنا الشرحات وتطلع من جوا طرية. حطيت رشة ملح، فلفل أحمر، فلفل أسود، وبس. ما بدي أكتر من هيك. طبعا أكيد النار بدها تضلها عالية، أبدا ما منوطيها. بستنى لحتى تتغير لون الدجاج من تحت، وبعدين ببلش اقلبهم بعد ما تأكدت إن صار لونهم ذهبي من تحت وتقرمش وطلعوا غير شكل. طبعا الريحة يا إلهي. قلبتهم بعد ما تأمروا، ورشيت كمان على الطرف الثاني فلفل أحمر، فلفل أسود، وملح، وتركتهم هيك شي دقيقة. بعدين هلأ بصير بدي طفيهم بالثوم والليمون. عندي فصين من الثوم المهروسين، عليهم ليمونتين. بعد ما حطيت الثوم والليمون هيك بتركها ثواني، وبعدين طفي النار. هيك تكون وصفتنا جاهزة، ومن أطيب وأنجح الوصفات اللي راح تعتمدوها ورح تحبوها كتير كتير. ومثل ما شفتوا سهولتها وبساطتها، وأكيد كتير طلعت لذيذة. أنا حبيت إلي مع بطاطا مقلية، كتير حسيتها بتلبق لها، وما شاء الله طلع الأكل غير شكل. وهلأ حبايبي، إذا وصلتوا معي لهون فلا تنسوا تكتبوا بالتعليقات ذكر تؤجروا عليه إذا حدا غيركم قرأه، ولا تنسوني من اللايك والمتابعة. سلام.